مجسمات ضخمة تفوق حجم الإنسان العادي، ودقة متناهية، وأشياء صغيرة الحجم ركبت ونسقت جميعها بإتقان وتفان، وكأنها نفذت على يد مصمم أو مهندس معماري محترف. لكن المفاجأة أنها بإبداع أنامل مشير الحزمي، الفتى الذي لم يكمل 16 عاماً. اسمي مشير بشير عبد الله الحزمي. الصف الثاني ثانوي. عمري 16. طبعا أنا ساكن في صنعاء. أعمالي أو موهبتي هي المجسمات المعمارية، وهي طبعا أعمال ورق. الأدوات اللي اشتغل بينهن ورق مقوى، كراتين، واللي هي البلاستيك اللي تم الصناعة فيها المجسمات. طبعا بدأت موهبتي منذ الصغر، يعني كنت لدي عدة مجالات. كنت دخلت في عدة مجالات، ما شفت يعني في من يدعم، في من يطور الموهبة، إلى حين وصلت إلى هذه. بديت في بناء المباني اللي صنعانية القديمة بالأوراق. صنع مشير الكثير من المجسمات لمؤسسات كبرى في صنعاء لاقت استحسان العديد من الناس. ويعقب مشير أنه يجد متعة كبيرة جدا في صناعة مثل هذه الأعمال التي قد تأخذ منه شهورا عدة. طبعا بدأت أعمالي هذه الكبيرة اللي هي المؤسسات الكبيرة والمستشفيات والأبراج. بدأت من قبل 4 سنين، إلى حين وصلت إلى هذا المستوى اللي هو آخر عمل لي، البرج هذا. طبعا البرج مكون من 101 طابق وارتفاعه 3 متر. المكونات حقه أكثرة كانت الأوراق المقوى والكراتين والبلاستيك، ما فيهاش أي حاجة خارجية، مزود بالإضاءة الداخلية والخارجية. طبعا تلقيت بعض الردود من بعض الأشخاص في مواقع التواصل الاجتماعي، كانوا يسألوني عن الفترة اللي كنت أقضيها في صناعة المجسمات هذه. كنت أقول الوقت اللي يمضي مني هذا ليس مش وقت يعني ضباح أو وقت تعب أو وقت، كان وقت متعة إن أنا أصنع هذه الأشياء. يعني ما كنت، مع أن كانت تمضي علي بعض المجسمات 8 شهور، بعضين شهرين، بعضين 5 شهور. ليس بالسهل أن تجد وقت فراغ لمشير، فبالكاد حصلنا على هذه السويعات لإجراء لقاء معه، وذلك لكونه يحاول استثمار وقته ومواهبه. فهو يدرس ويتعلم الحاسوب واللغة الإنجليزية، ومنذ شهور عدة أكمل حفظ القرآن كاملا. طبعا بدأت شهرتي في مواقع التواصل الاجتماعي، ولدي صفحة الآن في الفيسبوك باسم مجسمات وأعمال مشير بشير الحزمي. حصلت على عدة متابعين، عدة معجبين، عدة أشخاص دعموا شجعوا، طلبوا مني عدة، كان لدي عدة طلبات منهم، بس بسبب ظروف انشغلت في الدراسة. طبعا أنا هدفي وحلمي أن أنا أقع يعني مهندس معماري كبير، وإن شاء الله تكون أعمالي مطبقة في هذه البلاد. بداية شفناه يعني بجاب الأوراق، وهذا موهبته، ودعمناه والده وأسرته كامل الحمد لله. وأتمنى من المسؤولين أو رجال الأعمال أن يدعموا مثل هذه المواهب، وأتمنى له التوفيق إن شاء الله. طبعا عندي نصيحة لبعض الشباب أو بعض العيال، يعني بدل ما يقضي وقت فراغه في ضياع، في اللعب، في اللهو، يحاول يبحث عن موهبته اللي هي مخفية فيه، بقدر انه يستثمرها ويطورها، يوصل الى المستوى اللي وصلت فيه، بحيث ان انا استفدت في موهبتي في جانب الدراسة، في عدة جوانب، وهذه نصيحتي لهم. مشير الحزمي أنموذج الذكاء والاجتهاد والإبداع والتميز والخلق، وكثيرون يتمنون لو يجمع أبناؤهم بعضا من مواهب مشير، الشاب الطموح والخلوق والذكي الذي لا بد أن يجد الدعم والمساندة لتحقيق أحلامه في بناء يمن أفضل في المستقبل القريب. أزهر علي في برنامج صباحكم أجمل.